احنا في الليل كنا نايمين في امان الله، لو انه ايش سمعنا صوت طلاق كتير قوي، واجانا طلق هيك انا ونايمة، وهذا هو الطلق. اجاني هنا وهنا كمان، ورحنا اتصلنا على الاسعاف، واجا الاسعاف بالليل. رحنا على المستشفى وعملوا لي جرح. لما قصفوا دارنا احنا طلعنا منها واجينا في الخيام، فكرناهم انهم امان. بعدين ايش الاطلاق صارت امبارح في الليل على الساعة 12:30 تيجي الاطلاق علينا. في الليل على الساعة 12:30 كان كتير طلاق نار كتير. وفجأة بنتي صحيت، إشي خبط في الخيمة، وصحيت أنا لقيت بنتي بتصرخ. فتشت أوعيها لقيت إشي الدم، والطلق محطوها منزل في أوعيها. فلقيت الدم صرت أصرخ، وأجت عمتي واتصلنا في الإسعاف وأخذناه على المستشفى وعملوا اللازم في المستشفى. الإطلاق النار اللي بضربها الجيش علينا هذا حكم علينا بالإعدام، أنا وأولادي و11 نفر، وبخاف عليهم. يعني منطقة خضراء وجينا الإطلاق فيها، يعني مش يعني فيش أمان في أي مكان، ما فيش أمان بسبب اليهود والإطلاق في علينا. والله من فوق روسنا، من فوق الخيام بيجي علينا. قعدنا في المسلخ بيجي 4 شهور، صار الطلق الطايش على هواء المساعدات والإشي، ما شفت غير وابنه والله مسكوه غير، والطلقة في ايده، من ايده لصفحته لصفحته الثانية. وصلنا راح في غيبوبة، خش عناية مركزة، استأصلوا الكلى، استأصلوا الطحال، عملوا له شبكة، صار عنده ايش تسمم في الجرح. اطلاق النار ملحقنا والله الليلة ما شفنا غير غير في ايد بنت جيراننا. يعني وين النتف الآمنة، وين الهدنة، وين الاتفاق، وين الاشي؟ أصبحنا عريا، لا بلاد ولا عباد، ولا ما حد يطلع فينا بعين مودة بعين رحمة. يعني وين ما نروح الإطلاق ملحقاتنا، وين ما نروح الموت بيجري ورانا. يعني النهار كله وأنا بجري ورا أولاد ابني، أمرق لا يجيكوا طلق طايش، يا بي الدبابة بتك، يا بي الكوات بتخبط، يا بي والله الله يعني الواحد عايش في مأساة وخوف ورعب.